السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي قناة أحمد علاو، يا مرحبا فيكم. جمعة مباركة مؤخرا، حياكم الله. طبعا أنا في البداية بشكركم على التفاعل، ودائما بشكركم في كل فيديو لأنكم تستاهلوا الشكر على وقفتكم الرجولية التي أثبتتم فعلا أنكم ناصرتم مظلوم وما زلتم، وهذا يدل على نخوتكم ورجولتكم وضمائركم الحية. هذا يحسب لشعبنا اليمني العظيم، فعلا يحسب لكم وأخو المجني عليه يشكركم على ذلك، لأن أنتم شعللتم القضية، جعلتم الأمن يتحرك أكثر والقضاء يتحرك والنيابة وأرعبتم المجرمين. ونحن مع الحق بإذن الله نحن مع الحق، ولا نطالب إلا بالحق والعدالة، ما نشتيش غير العدالة والقانون، هذا اللي نطلبه. بس أنا عندي ملاحظة، انتبهوا من الشائعات. يعني الشائعات طبعا يا جماعة، مثل ما نحن نبحث عن المجرم، تمام، دائما نبحث عن المجرم واسمه ونبحث أين وش عمل، لابد من تبرئة البريء. في مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية كان اتهام المستشفى يونيماكس، والله ما أعرفهم ولا أنا داري أين المستشفى، ولأول مرة أسمعه، لكن أنا أقول إلا الحق، والله شاهد علي، ما أقول إلا الحق في هذه القضية، ولا يمكن أن أتزحزح إلا قول الحق. الحمد لله رب العالمين، أنا نزلت فيديو الأول في اليوتيوب وتواصلت الناس على مواقع التواصل وفي الفيسبوك وانتشر المقطع، والحمد لله رب العالمين. وكمان زاد نزل في قناة الجزيرة، الذي تابع نزلوا في قناة الجزيرة. فيونيماكس المستشفى جابوا معه مقابلة طبعا على قناة الهوية موثقة. يونيماكس تحدث المدير قال للأسف طبعا الذي بيروج انه المستشفى عمل تقرير انه انتحر، ما عملوش اي تقرير ابدا. ثانيا احنا بنشكر المستشفى كما تحدث اخو المجني عليه وهيب الاغبري، قال يشكر المستشفى، قال لولا المستشفى بعد الله سبحانه وتعالى ما كانوا يقبضوا على الجناه، لان الجناه تم القبض عليهم في المستشفى من قبل إدارة البحث المستشفى، ولذلك نوجه الشكر للمستشفى على تحفظهم على المسعفين. أول حاجة مسكوا 2 طبعا من المجرمين الذي أسعفوا الشاب عبد الله الأغبري رحمة الله عليه للمستشفى. الطبيب راح يشوف المريض، وجد في آثار التعذيب، اتصل لمدير المستشفى، مدير المستشفى اتصل لمدير بحث المستشفى، أتى تحفظ بالاثنين الذي أسعفوه وسلموهم بعد ذلك لإدارة الأمن. يتساءل البعض لماذا أسعفوه من شارع القيادة إلى الجمنة؟ طبعا هم سيروا عدة مستشفيات ما عاد قبلوه، أوكي، لذلك لابد من تبرئة البرية يا أخوتي. طبعا أخو المجني عليه يشكركم على التفاعل، وقال أيضا لا يوجد لديه أي ضغوط من أحد للتنازل أو قبول الحكم. قال في شيخ من المشايخ أجا يريد أن يحكمه تحكيم، رفض، رجع احترم نفسه، قال للأمانة لا يوجد عليه أي ضغوط للتنازل على القضية. قال أيضا يشكر الأمن على التحرك، أنه طلع من تعز طبعا وقد القضية تحركت والأمن قام بدوره، وقد الجناه طبعا محبوسين. خلاص الآن طبعا تم تحويلهم إلى النيابة، وإن شاء الله بإذن الله يتم الإجراء العادل لهذه القضية. البعض أيضا ينشر عن الضابط الذي نشر الفيديوهات، ونشروا الضابط ما له أي علاقة بالموضوع، فانتبهوا نشر الشائعات. الضابط اللي انتشر في مواقع التواصل ليس هو الذي نشر الفيديو بتاتا. أيضا هناك نزلوا شيخ أنه بيتعاون مع المجرمين وأنه قدم 100 مليون، هذا خبر فاضي. الأخ أكد أنه ما فيش أي خبر من هذا الأشياء. لذلك أهم حاجة لا تتسرعوا عندما ينزل واحد منشور تتناقلوه وتتسرعوا، لابد من أن تنتظروا الحقيقة اللي إحنا بنشوفها بننزلها لكم. لكن في أمر خطير جدا، مدير مركز الإعلام الأمني طبعا بالأمانة قال أنه سيتم محاسبة من نشر الفيديو. شوفوا ركزوا، سيتم محاسبة من نشر الفيديو. يقال بأنه نشر هذه الفيديوهات كان هو رد على بعض التدخل من نافذين أرادوا تمييع القضية وإخراج القتلة، هل هذا صحيح؟ غير صحيح على الإطلاق. غير صحيح. من نشر هذا الفيديو الآن سيتم ضبطه. يعني تم نشره بشكل الرأي العام هو تأثير على مجرى العدالة. هذا أمر خطير، إحنا بنتضامن معه، وعلى الشعب أن يتضامن مع هذا الضابط أو العسكري أو الضباط اللي نشروا الفيديو. قالك سيتم محاسبتهم أو سيتم إمساكهم،
ليش يتم إمساكهم؟ إيش المشكلة؟ ليش؟ هذه قضية رأي عام، والذي يتم إمساك الضباط أو العساكر لنشر الفيديو فهو مشترك في الجريمة. أنا من هنا أتضامن والشعب سيتضامن، الذي نشر الفيديو إحنا نشكره لأنه حرك القضية هذه، لأنه قد بدأت فيها جمود. ليش تمسكوه؟ ليش تحاكموه؟ نشر للشعب قضية رأي عام. لذلك نحذر من المساس بالضباط الذين نشروا الفيديو، نحذر إحنا كناشطين سننشر في كل مكان، راح نوقف مع الضباط هذول اللي نشروا الفيديو، لا يمكن المساس بهم، سنتابع القضية. كيف تمسكهم؟ ليش تمسكهم ليش؟ صادق الجراش تحدث أخو المجني عليه طبعا في مقابلة، الأخ وهيب قال أن هذا الشخص حاول أنه يكون ضمنهم وحاول أنه يتلاعب في القضية وبيحاول يتقرب منهم ويقول أنه يشتغل في مكتب مدري من السيد ومدري من السيد. قال أنه يطالب بمحاسبته الذي بيبرأ المجرمين، وهو أحد أقرباء المجرمين. صادق الجراش أحد أقرباء المجرمين، لابد ما يتم استدعائه ومحاكمته على الأخبار الكاذبة اللي ينشرها. نقابة المحامين كلفت 11 محامي في العاصمة الصنعاء من أفضل المحامين، 11 محامي للدفاع عن قضية الشاب الشهيد عبد الله الأغبري. أنا أوجه لهم التحية، شكرا لكم. وهذه أسماء المحامين طبعا: الصقر عبد العزيز أحمد السماوي رئيسا، زياد عبد السلام محمد نائبا. الأعضاء هم أحمد محسن محمد العصيمي، ونبيل محمد عبد الرحمن الصنعاني، محمود علي مسعد كرامي، صالح محمد قايد السماوي، ضرار عبد الرحمن عبد الشرجبي، صادق محمد الجنيد، والضاحي يحيى مرشد قطيش، أروى سعيد ناجي الوحش، وهيام منصور أحمد أبو جعول. قضايا كثير دائما لابد أن نتحدث عنها يا جماعة. شفتوا القضية اللي انتشرت بشكل كبير، المرأة اللي قتل زوجها وفوق السيارة في عند سوبر ماركت الهدى لما تراموا وتقاتلوا وقتل؟ أين القضية هذه؟ أين سارت؟ لابد ما نكون إحنا نتحمس حتى النهاية، مش نتحمس لفترة بسيطة وننسى. إن راحت القضية هذه، في قضايا كثير لابد أن نحركها، لابد أن نتابع القضية حتى تنتهي، مش نتحرك 2 3 أيام وخلاص ونسكت. أين الذي يعرف هذه القضية أو أنهم تلاعبوا فيها يتواصل معنا، يتواصل وإحنا سننشر. أنا أدعو الشباب المتفاعلين في العاصمة الصنعاء أن يخرجوا في وقفة تضامنية ومظاهرة في ميدان السبعين إن شاء الله غدا الساعة 9 صباحا، غدا السبت إن شاء الله، للمطالبة بتحقيق العدالة وسرعة تحقيق العدالة. نطالب بسرعة تحقيق العدالة، ما في وقت، ما في وقت، احنا متألمين جدا، ولا نطالب إلا بتحقيق العدالة. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا الفيديو لا يسعني إلا أن أشكركم مجددا، لأنكم تستحقوا طبعا لو شكرتكم مليون مرة صراحة على وقفتكم هذه. وبحذركم طبعا لمرة أخرى، لا تتسرعوا في نشر أخبار كاذبة أو إشاعات. بتسمعوا على إشاعات، واحد نزل منشور، لا تتفاعلوا بسرعة، لا تتفاعلوا بشكل غير صحيح. احنا بننتظر الآن دور الأمن والبحث والنيابة، هم يقوموا بشيء كبير يا جماعة، لا تستسهلوا صراحة، هم يقوموا بشيء كبير. وما تم نشر الفيديو هذا وما تم التضامن إلا أن هناك شرفاء في القضية، طبعا. ولذلك احنا بنشكرهم على تفاعلهم وعلى جهودهم. نشكر كل ضابط حر، لكل رجل شريف، لكل شيخ شريف، لكل إنسان شريف في هذا الوطن. وهذه القضية يا جماعة أتحرك العديد من القضايا، وهذه القضية يا جماعة حتصحي الشعب إن شاء الله للتفاعل والوقوف مع المظلومين في هذا الوطن، لأن هناك مظلومين ما نعرف عنهم. إن شاء الله تفتح هذه القضية الطريق للوقوف مع المظلوم بإذن الله تعالى. نحن دائما ما نوقف إلا مع المظلومين بإذن الله تعالى. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.